وتتصاعد وتتصاعد أعداد اليتامى والأرامل إلى ما يقرب إلى 5 ملايين يتيم عراقي بحسب إحصائيات تقديرية لوزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمات العالمية. إن هذه الجيوش المحرومة من الأيتام والأرامل ليكتوون بلوعة العوز والفقر جراء ما حققته الحكومات المتعاقبة على العراق، وجراء ما كانت تفعل وتعيث في أرض هذا العراق الحبيب الفساد والنهب والسرقة. نعم، هم يعانون هؤلاء اليتامى من لوعة الاحتياج والحنين إلى البسمة وهم أطفال صغار. اليتيم العراقي الذي راح والده جراء الفساد السياسي والمالي، جراء الفساد الإداري والأمن المفقود والانفجارات المتكررة والعبوات الناسفة، يتساءل هذا اليتيم. ونحن أيضا أيها المؤمنون أيضا نتساءل معه ومن على منبر الجمعة، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول: أين الرعاية الجادة من الحكومة للأيتام والأرامل؟ سؤالنا هذا يضعنا أمام مأساة هذه الشريحة التي تتكاثر في عراقنا الحبيب الجريح المبتلى بالموت والدمار التي تزرعه عصابات القتل والإجرام في كل مكان بلا رحمة ولا أدنى إنسانية تذكر.